لبس الولاد هيكون ايه في العيد؟ اهلا بكم مرة تانية في اسئلة رمضان وليالي رمضان. لبس العيد هنشتري لأولادنا ايه لبس في العيد، او هنلبسهم ايه بالظبط؟ يعني هنلبسهم شتوي ولا هنلبسهم صيفي؟ من دلوقتي كده احب اقول لحضرتك ان احنا لبس العيد هيكون خريفي. كمان لازم نتفق ان لبس الاطفال في الفترة اللي احنا فيها دي هيكون قطعتين كم قطن، ده غير الخريفي. وبرضه نتفق كده مبادئ عامة انه خلاص ما عادش فيه دفايات، ما عادش فيه ملابس صوف، ما عادش فيه وبريات، والطواقي خلاص تتلغي. السؤال الثاني وده منتشر جدا الفترة دي، الإسهال. احنا عندنا حاجة اسمها ثلاثي مرعب: الإسهال، الترجيع، والجفاف. عايز اقول لحضرتك ان الثلاثي المرعب ده كان في فترات كتير جدا لحد السبعينات مثلا للأسف بيقضي على حياة أطفال كتير. فأي حالة فيها إسهال بيعدي 4 مرات ما ينفعش نتأخر. أي حالة فيها ترجيع ولو مرة واحدة نتحرك على الدكتور على طول، خوفا من الجفاف اللي للأسف ممكن يهدد حياة الطفل. طب ابني بيعمل 4 مرات إسهال أو أقل في اليوم، طالما مفيش حرارة ومفيش أعراض تانية وبياخد تعويض كافي من ناحية السوائل ومن ناحية الرضاعة، مفيش مشكلة. امتى بقى جرس الخطر يدق في دماغي واتحرك بسرعة؟ لو بقى أكتر من 4 مرات وأكتر من 7 مرات كده بقى خطر جدا. ولو ترجيع حتى لو مرة واحدة، لأنه مش الطبيعي يكون فيه ترجيع. وهنا بنتكلم عن الترجيع القيء، ملوش دعوة خالص بالقشط. الفيروسات اللي بتعمل نزلات معوية وأخطرهم فيروس الروتا ده بيهدد الأطفال، وزي ما اتفقنا أي إنذار من الحاجات اللي احنا قلناها دي تتحركي بسرعة على الدكتور. سؤال تاني عن الشاور، الشامبو، البلسم، استخدمهم ازاي للطفل واستخدم كم مرة في الأسبوع؟ احنا اتفقنا ان دلوقتي الطفل بياخد على الأقل دش مرة واحدة في الأسبوع، قريب جدا هيكونوا مرتين، وما هياش قوانين. انت شايف ابنك محتاج مرتين في الأسبوع، خلاص يبقى مرتين وممكن 3 على حسب الجو عندك وعلى حسب الدنيا شكلها ازاي وعلى حسب حركة الطفل او عمره، او ان الطفل بيستريح لما بياخد دش، بيعرق كتير، بيعمل مجهود كتير. انسب المنتجات، احنا هنا مش هنرشح منتج بعينه، بس خليها منتجات تكون خاصة بالأطفال، وبلاش الاستخدام المفرط. يعني بيكفي جدا مرتين في الأسبوع. ولو استخدمت شامبو لازم هستخدم معاه كونديشنر أو بلسم، ومرتين حد أقصى في الأسبوع. طيب شعر ابني أو بنتي جاف جدا وعايزة أخليه كثيف وعايزة أخليه ناعم وعايزة أخليه سلس وسهل في التسريح، موجود حاجة اسمها تركيبة العناية بالشعر، موجودة على الصفحة، أنصح حضرتك تشوفيها. مجموعة زيوت طبيعية حضرتك اللي بتخلطها بإيدك وبتحفظيها في الثلاجة أو في الفريزر لمدة ما تقلش عن أسبوع في ورقة سلوفان بعيدا عن الضوء، وبعد كده تستخدمها لطفلك. كافي جدا برضو مرة أو مرتين في الأسبوع. هسيب لحضرتك لينك التركيبة ده في الفيديو. بذكركم دايما بدعوات الصيام على الإفطار، ادعوا اللي بتحبوهم، ادعوا لنفسكم، وكمان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يتقبل منا ومنكم. وما ننساش لو عند حضرتك أي سؤال خاص بصحة الأطفال في رمضان ابعتيلي في الكومنتات وأنا هرد على حضرتك. شكرا.